محمد رمضان. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه ده يا جماعة؟ انتم مش عارفين البني ادم هذا ايش بالنسبة لي؟ قسما بالله واحد من احلام حياتي ان انا اقابله. هذا انسان انا استلهم منه حاجات كثير. هذا الانسان يا جماعة انا شخصيا حافظ قصص حياته زيد منه. ايه ده المنظر؟ انا كيف الان احبه كفنان وهو بالشكل هذا؟ انا داري الفيديو ذا ما بيوصلش للدار سعد، حتى ما بيشوفوش، بس انا محروق. ليش كذا؟ انا قسما بالله افتح التلفزيون القاهرة النهار كلهم على الكلام هذا. الجماعة بالبيت يقولوا لي ذا الفنان حقاك اللي دوخت ابنه في بو. ما ادري ايش ارد. لابس انت عادك لو لبست فنيلة تحته بنغطيها بنقول ذا ستايل وتطريز سلاح ملاح. والله يا جماعة انا اتكلم من عتب من محبة. كنت نحن قلب الاسد ركبة الفيل دقاقات ربح. ويش هذا؟ مقلب تعمل بنا مقالب بيننا صفات مش بحق جعفر العمدة واشياء وارباح حريم مزوق بمسلسل واخرتها كذا. والله يا جماعة ان انا زعلان وانا احب الشخص هذا وما بقدرش اكرهه لعلمكم، بس ما عاد اقدرش. في حاجة ماش قادر اوصلها. هذا منظر حد يطلع له على مسرح بامريكا. شوف احنا بنعتبره مشهد من مسلسل زي حق الاسطورة لما لبست هذاك ثوب المرأة بننسيها زي ما نسينا اللي قبله. بس لا، بس تكررهاش. مكنت نحن طول شهر رمضان مدفع رمضان بوم وفقرت ام ابوك انا بوم. جماعة حاجة اخيرة من الشمس بعيني، لما تشتي تلبس لبس فرعوني ولا لبس عربي لا تجيبش ستايلست اجنبي، لان انا سمعت تصريح مسراب يقول لك رمضان كان يشتي يعمل لبس فرعوني، لو يشوف هذا فرعون لا يخرج يتفلوا ذا تمام. وطلع معاه بدلة رقص لان الستايلست حمار شاف التطريز بس عمله. فهمتم كيف؟ فرسالة للفنانين العرب، خذ معك ستايلست عربي. السلام عليكم.